كل مرة بعد أول 3 دقايق كنت ببطل عياط وصريخ وأنزل إيدي وأحط وشي في الأرض وأديله ظهري. كنت بس بحاول أحمي وشي، حتى صوتي كنت بحاول أكتمه مع كل ضربة بتنزل على جسمي. وبمجرد هدوئي وتعب أمي من الصراخ عليه عشان يسيبني أبدأ أحس بضرباته وهي بتخف بالتدريج، وفي الآخر يوقف ضرب ويمشي. وبعديها أبدأ أحط إيدي على أماكن الضرب عشان أحاول أخفف الوجع. وبعد دقايق أروح له فلاقيه قاعد يطلع باقي غضبه على علبة السجاير والدموع في عينه، وبمجرد ما احضنه كان بيطبطب عليا وبيبوس راسي، وبعدين يزقني علشان ملحقش اشوف الدموع وهي نازله من عينه، وبعد كده يمشي. امي ما كانتش اقل قسوه من ابويا، بس ما كانتش بتضربني كتير. ما كانوش امي وابويا الوحيدين اللي بيضربوني، كنت بنضرب كمان من صاحب الورشه اللي كنت شغال فيها. كان دايما بيستغرب استسلامي من اول ضربه، ويلاقيني على طول بدات اصحح الخطا اللي انضربت عشانه، فيناديني ويسالني انت كويس؟ اقول له اه، فيديني فلوس ويقول لي خدها هات بيها حاجه حلوه تاكلها. عمري ما حبيت الفلوس اللي كنت باخدها منه، وبعد كل